أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. يستعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للقيام بزيارة دولة إلى المغرب بين 28 و30 من أكتوبر الجاري بدعوة من الملك محمد السادس، ذلك في خطوة لترسيخ عودة العلاقات الثنائية بين البلدين بعد فترة فتور طويلة. معنا مشاهدينا الكرام في الاستوديو زميلة عزيزة نيتسي بها، رئيسة تحرير في فرانس 24، والتي ستكون مفادتنا الخاصة لتغطية هذه الزيارة في المغرب. عزيزة أهلا ومساء الخير. مرحبا حكيم. أهلا عزيزة، ما الذي جعل هذه الزيارة ممكنة الآن بعد فترة فتور طويلة؟ صحيح حكيم، كما قلت فترة فطور، هذه الفترة دامت 3 سنوات على الأقل. أسباب الجفاء كانت عديدة. المغرب اشتكى من عدة أشياء، من بينها منذ 2021 حديث عدة وسائل إعلام فرنسية بالإضافة إلى منظمات حقوقية عن موضوع برنامج التجسس بيغازوس، التي قالت أن الرباط استعملته ضد معارضين مغاربة بالإضافة إلى سياسيين بفرنسا، وحتى تحدثوا عن إيمانويل ماكرون آنذاك، والإليزي لم يؤكد هذا الاختراق. ملف التأشيرات التي قلصته فرنسا تجاه المغرب، الجزائر وتونس، وكان ذلك حسب باريس لعدم تعاون هذه الدول في مجال الهجرة الغير الشرعية. ثم كثرت هذه الأزمة، أو يمكن أن أقول أنها تعمقت أكثر خلال زلزال الحوز العام الماضي بمنطقة الحوز جنوب مراكش. لم يستعن المغرب آنذاك بفرنسا، رفض ما اقترحته، واختار الرئيس الفرنسي أن يوجه رسالة فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي مباشرة للشعب المغربي، وهو خلاف ما يحدث في الأعراف الدولية. لكن أهم ملف الذي عقد الأمور بين البلدين هو ملف الصحراء، لا سيما بعد اعتراف الولايات المتحدة في عهد دونالد ترامب بال2020 اعترافها بالسيادة المغربية على هذه المنطقة، وكان المغرب ينتظر من فرنسا الحليف التاريخي أن تقوم بنفس الشيء. لكن تعثر ذلك من 2022. لاحظنا هذا القرار التاريخي من طرف مدريد، حيث أن إسبانيا خرجت عن حيادها بخصوص الصحراء الغربية واعترفت بسيادة المغربية، تلتها برلين بعد ذلك. لكن أخذ الأمر 2 في فرنسا حتى يصل إيمانويل ماكرون إلى الرسالة التي بعث بها بالصيف الماضي، التي أعادت الدفء للعلاقات بين البلدين، وأذكر منها جملة قال: حاضر ومستقبل الصحراء الغربية يتجليان ضمن إطار السيادة المغربية. هذه الكلمات هي التي أعادت الدفء، وتلت منذ بداية هذا العام جاءت لتتوج كل الجهود التي قام بها العديد من الوزراء الذين. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.